السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب فيكم اليوم بفيديو جديد على قناتي. أنا المهندس يوسف شحادة الأديب، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو الحوسبة السحابية أو ما يسمى الكلاود كومبيوتينج. الحوسبة السحابية كمعنى الحوسبة يعني العمليات الحاسوبية. لما أنت بتفتح كمبيوترك لتعمل نسخ لصق، لما بتستخدمه تتصفح إنترنت أو تبعت إيميل أو تشاهد فيلم، يعني هي الأمور الروتينية اسمها حوسبة من الحاسوب. السحابية هي بترمز للغيمة للكلاود اللي هي بترمز للإنترنت. فالحوسبة السحابية يعني العمليات الحاسوبية اللي بتصير على الإنترنت. حتى نفهم هذا الموضوع شوي بطريقة بسيطة وسهلة، خلينا نضرب بعض الأمثلة. أول مثال جدا جميل هو اليوتيوب. اليوتيوب انت كل يوم تستخدمه حتى تشوف مقاطع فيديو، بس هاي الفيديوهات ما موجودة على جهازك، هاي المقاطع موجودة على سيرفر معين تابع لشركة جوجل اللي هو اسمه يوتيوب. وعندنا الويب سايت بالنسبة لهم هو عبارة عن انترفيس، فانت بس معك اللابتوب تبعك او معك موبايلك، انت شابك على الانترنت وعم تفوت تشوف اللي بدك اياه. بنفس الوقت اذا انت عندك مقاطع فيديو حابب انك ترفعها على اليوتيوب، ففيك ترفعها مشان غيرك يشوفها، وبالتالي انت ما استخدمت اي شيء من جهازك، كان جهازك عبارة عن وسيلة للوصول فقط. تمام. مواقع السوشيال ميديا مثل الفيسبوك، مثل الانستغرام، مثل تويتر، مثل تيك توك، هي كمان كلها مواقع تعتبر حوسبة سحابية. انت فقط عم تمسك جهازك لتقدر توصل الفيديوهات، لكن هاي الفيديوز او المقاطع او الصور ما موجودة على جهازك، هي موجودة بمكان اخر انت عم تقدر تشوفها، وبنفس الوقت فيك انت ترفع من جهازك لتروح على هذا المخدم وغيرك يشوفها. مثال ثالث، بالماضي كنت تروح على محل الافلام تشتري افلام من عنده او تشتري مسلسلات تكون موجودة على DVD، او كنت تحملها من الانترنت عن طريق التورنت. اما هلا صارت هاي الشيء موجود على الانترنت، صار فيك تفتح ويب سايت مثل نتفليكس، مثل شاهد، مثل ايجي بيست، فيك تحضر الفيلم والمسلسل بكل سهولة. لكن هاي الافلام وين موجودة؟ كمان موجودة على مخدم بعيد، انت عم تقدر توصل للانترفيس تبعه عن طريق الانترنت فقط، انت ما في شيء على جهازك. تمام. مثال اخر، بالماضي كمان كنت تروح تشتري برامج للكمبيوتر وتعملها انستول على كمبيوترك حتى تقدر تستخدمها، او كنت تعملها داونلود من الانترنت وكمان ترجع تعملها انستول وتظبط اللايسن وهي التفاصيل كلها. بينما هلا صارت كلها موجوده اونلاين، يعني بدل ما نعمل انستول لمايكروسوفت اوفيس للوورد والاكسل والباوربوينت، فيني اشتغل على الوورد والباوربوينت لكن اونلاين، بمجرد ما احط ايميلي وفوت على office.com تطلع هاي القصص قدامي. وبالتالي انا جهاز الكمبيوتر تبعي او موبايلي صار عباره عن وسيله للوصول باستخدام الانترنت للموارد الثانيه اللي هي موجوده باماكن ثانيه عن طريق الانترنت. طيب بنعطيكم اخر مثال، بدل ما تحفظ الصور على موبايلك صار فيك ترفعها على مواقع التخزين السحابي مثل الاي كلاود بالنسبه للناس اللي بتستخدم ايفون، مثل الجوجل درايف للناس بتستخدم اندرويد. هي عباره عن حوسبه سحابيه. طيب شو فائدة الحوسبة السحابية؟ أنا شو بستفيد منها؟ شو ميزات الحوسبة السحابية؟ ليش هي مهمة جدا؟ قال أول شيء السرعة. أنت قادر توصل لملفاتك اللي موجودة بجوجل درايف، إن كان صور، إن كان مستندات، إن كان مقاطع فيديو لإلك، من أي مكان بالعالم ومن أي جهاز وبأي وقت. ما عاد الموضوع بس أن والله هاي الصور موجودة على كمبيوتري اللي بالبيت وأنا بمكان تاني ماني قادر أوصل، لا، حطها على جوجل درايف وفيك تفتحها من أي مكان وبأي وقت. فهي أحد الميزات اللي هي موضوع السرعة، سهلت الموضوع أكثر. المرونة، أنا مثلا ماسك لابتوب بإيدي، والله احتجت أني أكتب مستند على الوورد، لربما هذا الجهاز انفرمت جديد ما فيه مايكروسوفت وورد، فأنا فيني بكل بساطة فوت على office.com أعمل ساين إن بإيميلي واشتغل على الوورد. تمام. فهي اسمها مرونة. صار في خصوصية وأمان أكثر على كمبيوترك. أكثر الأشياء اللي كانت تسبب لك مشاكل الفيروسات، والله السيستم صار فيه مشكلة، السوفت وير وقع، الكمبيوتر خرب، الكمبيوتر أكل ضربة كهرباء، صار اللي صار. فالفايلات اللي كانت موجودة على الكمبيوتر كانت تروح أحيانا إذا أنت مانك عامل لها باك أب بمكان آخر. بكل بساطة هلا الفايلات تبعتك موجودين عند مايكروسوفت، موجودين عند جوجل، على دروب بوكس، على أي مكان تخزين سحابي. وبالتالي شو ما صار أنت هاي الملفات لا حدا قادر يفوت عليها غيرك، كونك أنت مأمن الحساب بيوزر نيم وباسورد. هاي المستندات ما حيضربها أي فيروس، ما حيصير في عليها أي مشاكل، ولا رح تختفي ولا رح تضيع، هاي رح تضل إلك. وبالتالي أنت صار في وثوقية أكتر بالموضوع. طيب شو فائدة الحوسبة السحابية على مستوى الشركات؟ قال الشركات يا شباب كانت يعني دائما لما أي شركة بالعالم في عندها قسم اي تي، قسم الاي تي هو مسؤول عن كل شيء بخص تكنولوجيا المعلومات بهالشركة، حسابات الموظفين، كمبيوتراتهم، الاكسس تبعهم، صلاحياتهم، ميزاتهم، الداتا تبعهم كان مسؤول عن تأمينها. فكانوا هدول الأشياء كلها كانوا يحطوها بغرفة واحدة معزولة اسمها الداتا سنتر أو مركز البيانات. تمام؟ طيب الداتا سنتر أنا ما بدي فوت بتفاصيل، بس تكلفته كتير كبيرة لأنه بيحتاج كهرباء، بيحتاج تبريد، بيحتاج كتير أجهزة مثل السويتشز، مثل الراوترز، أجهزة الشبكة مثلا، بيحتاج للايسنس، يعني بيحتاج لتكاليف بسموها كابكس.
او بسموها الكابيتال اكسبنديتشر اللي هي مصروفات راس المال. وبنفس الوقت هو بحاجه لشيء اسمه اوبكس اللي هي الاوبريشنال اكسبنديتشر او المصروفات التشغيليه، يعني مثل رواتب الموظفين، مثل فواتير الكهرباء، فواتير الانترنت، يعني هي القصص. فهي التكاليف كلياتها كانت ترهق الشركات. بالاضافه لموضوع التوسع بالنسبه للشركات، مثلا انا عندي مخدم بيقدر يخدم على 50 موظف، بينما الشركه تبعتي هلا توسعت، زادت، كبرت، فصار عندي 200 موظف، فانا لازم اروح اشتري سيرفرات تانية واعملها كونفيجريشن وتخسر فلوس اكثر. وكمان بنفس الوقت هذا المخدم جزء يكون متخصص ل 50 موظف، كان عندي 50 موظف صار عندي هلا 10 موظفين، فبالتالي صار عندي كاباسيتي اكثر من حاجتي. تمام، وبالتالي صار في هدر للاموال بهي الحاله. الكلاود كومبيوتنج بتسهلك الموضوع وبتعطيك طاقه على قد حاجتك. مثلا مايكروسوفت بتيجي لعندك وبتقول لك يا ابو الشباب انا عندي خدمه اسمها اجور، مايكروسوفت اجور، او شركات مثل امازون بتقول لك انا عندي خدمه حوسبه سحابيه اسمها اي دبليو اس. قال نحن عندنا الداتا سنتر تبعنا، داتا سنتر كبير ومنتشر حول العالم، فينا نخليك تستاجر من عنا حصه مقابل انك تدفع لنا اجر سنوي او شهري او اللي بدك اياه. وبالتالي انت بتطلع هيك بتقول انا خلص ما عاد في داعي ابني سير الداتا سنتر تبعي وما عاد في داعي احط هي التكاليف، خلص انا بستاجر من مايكروسوفت او امازون وبريح راسي. طبعا انت لما عم تستاجر من عندهم هنا عم يوفروا لك كل الاشياء اللي انت بحاجه انك تساويها، بدل ما تساويها بالداتا سنتر تبعك بمركز البيانات الموجود بالشركه صرت تساويها اونلاين. يعني صار الموظف اللي موجود بالشركه شغلته بس يكون معه لابتوب واتصال الانترنت وحيقدر يعمل لوجن، تسجيل دخول على حسابه، يقدر يستعمل ايميله، بيقدر يستخدم موارد الشركه كلياتها عن طريق الانترنت. ومو شرط يكون بقلب الشركه، ممكن يكون براتها او باي مكان اخر. موضوع ورك فروم هوم اللي صار من بعد ازمه كورونا، 3/4 الحل كان عند الكلاود كومبيوتنج لما وفروا البي تو بي في بي ان اللي خلى الموظفين تقدر تفوت على الشركه تبعها لكن هي ببيوتها. موضوع الكلاود كومبيوتنج صار موضوع كتير كبير وموضوع مهم، وتقريبا هو المستقبل عم يمشي للكلاود كومبيوتنج. الشركات الناشئه بتقول لك انا لا بروح على الكلاود، الشركات الكبيره اللي عندها داتا سنتر عم تعمل مايجريشن على الكلاود، وبالتالي صار في عندها بيئه هايبر، وشوي شوي عم تترك الاون بريم لتخلص من موضوع الصيانه وكب المصاري اللي عم تحطها، وبعدين عم تروح على الكلاود اللي بالنسبه لها مجدي ماديا وعمليا اكثر. بتسالوني السؤال القوي، انا شو اعمل بحالي حتى ادرس واصير كلاود انجينير؟ اول شغله لازم تحط ببالك انه الكلاود انجينير مدلل جدا بالشركات ورواتبهم جدا عاليه، ان كان بالخليج، ان كان باوروبا، ان كان بامريكا، يعني لانه بيعتبروا انه هو عندهم معرفه غير ما أنا موجودة عند الناس اللي لساتهم على النهج التقليدي، عن الناس اللي بتشتغل بالأون بريم فقط. تمام؟ تاني شيء اللي تدرسها مثلا انت في عندك عدة شركات بتقدم هاي الخدمة مثل ديل، مثل اي بي ام، مثل مايكروسوفت، مثل امازون. انا بشجع تروح على مايكروسوفت في البداية، لانه مايكروسوفت عندها سيستمز، فحلو انك تكون بتفهم السيستمز تبعتها وبتاخذ كلاود من عندها. عندك كورس اسمه اجور فاوندمنتال رمزه AZ900. هذا ببلش معك في مبادئ الحوسبة السحابية. مو ضروري تكون كتير يعني صاحب اختصاص بهذا الموضوع، بكفي يكون عندك تكنيكال باك جراوند، عندك خلفية تقنية مهم بسيطة بتقدر تمشي بهذا المجال. وطبعا هو مهم لكل الناس، يعني مهم للمبرمجين، للناس اللي بتشتغل بالسكيورتي، للناس اللي بتشتغل بالشبكات، الناس بتشتغل بالسيستمز، السبورت، كل الناس هدول الكلاود بتحتويهم جميعا. بس تخلص الاجر فاوندمنتال بتطلع درجه لشيء اسمه المايكروسوفت ادمنستريتور، ومن ثم بتوصل للدرجه الاعلى اللي هي السوليوشن اركيتكت اكسبرت. طبعا هاي الشهادات بدها دراسه، ما أنا سهله، بدها شغل وبدها دراسه وبدها متابعه، لكن اللي بياخذها وبيتقنها صح حيكون له مستقبل جميل. بكل الاحوال انا على قناه على يوتيوب هلا عم بعمل كورس لاجر، حبلش معكم بالفاوندمنتال ومن ثم حننتقل على الادمنستريتور. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالمعلومات البسيطه عن الحوسبه السحابيه، وحياكم الله.